قلقان يا باشا ومش عارف تروح فين في المانيا، وعمال بتدور على النت وعايز انك انت تسافر المانيا، بس مش عارف انهي مدينه بالظبط. عندك برلين، عندك ميونخ، عندك فرانكفورت، فين اروح؟ النهارده يا معلم جايب لك بلد، مدينه جديده خالص في المانيا. بصراحه انا اول مره اشوفها وانبهرت بحلاوتها. فتعالى كده يا معلم اخدك جوله واتفرج على المدينه بنفسك، وقول لي رايك ايه في التعليقات. ولو فكرت تيجي كلمني وش. I feel like I'm losing my mind. في براندات لبس كتير قوي يا جماعه، انا مهتمه باللبس قوي. في براندات شيك وتقيله وغاليه. بصوا عاملين ازاي. عندك براند هو اسمه لونا، والشارع ده كله مليان بقى. الشارع ده كله مليان براندات عاليه قوي وحاجات غاليه مش رخيصه. انا شايف مثلا دلوقتي مركزين قوي في اللبس، وعندهم براندات عاليه قوي وغاليه ونظيفه وتقيله كده. والناس اللي هنا بجد تقيله ومعاها فلوس. فلو انت جاي في مكان شيك، هنا بقى يا جماعه كل البراندات، وهنا المكان المتطور فيه براندات هنا في كل حته بصراحه. شايفين نيويورك مثلا. لازم تعرف حاجه قوي، الجواكت والحاجات التقيله والكوتشيات التقيله قوي في الدفع عشان تتدفى كويس، جيبها من المحل ده. شايفين المحل ده كده اسمه بري مارك. المحل ده يا جماعه في الرخيص جدا ومش غالي خالص، بس في نفس الوقت الدفى منه يدفيك صح يا معلم. اللي معروف جدا في الالمان ما تهزرش معاهم في الزباله. ما ترميش زباله غلط في اي حته في الدنيا، هيودوك في 60 داهيه. شوف الموقف اللي انا حصل دلوقتي ده مثلا، دي كلها بوكسات زباله. حلو، دي كلها بوكسات للزباله. فجاه لقينا دي كده جنبها ومكتوب عليها بالالماني لو سمحت اختار الزباله المناسبه علشان ترمي دي. يعني من الاخر ده معناه ان في حد حط دي في واحده من دول، وحد تاني الماني شافها راح شالها وحطها هنا وكسب له ورقه قال له لو سمحت انت لازم تطلب نوع معين من الزباله، تكلم الشركه ييجوا ياخدوا الزباله بتاعتك اللي من النوع ده. والكويس يعني ان هما بيفرقوا انواع الزباله. يعني البلاستيك مثلا بيروح في حته، الاوراق بتروح في حته، الكراتين والحاجات دي كلها. فنوع الزباله ده عباره عن شجره ميته خلاص ماتت وكانت حد عند حد في البيت وعايز يرميها، فحطها في حاجه اسمها الفيستمل اللي هو بقيه انواع الزباله اللي هو مش عارف يقسمها. فطلع واحد الماني جه قفشها من جوه، طلعها له قال له بقول لك ايه لو سمحت كلم الشركه. خرب بيت كده يا جدعان. الالمان صرف مش تهريج، ما تهزرش معاهم في الزباله. قسم الزباله يا اما هتاخد حته دين غرامه تزعل. لازم تيجي مünster في ألمانيا. البلد دي يا جماعة فيها 315 ألف نسمة، منهم الأجانب اللي زي حالاتي يعني كده حوالي 10% بس من البلد. فاحنا قليلين مش كتير. بس في حاجة بقى مميزة قوي في البلد دي، إن التاريخ فيها مليان في كل حتة. كل ما انت ماشي مش هتزهق، مكان تحفة. البيوت دي كلها يا جماعة مرصوصة جنب بعض ايه زي البسبوسة بالظبط. في يا جماعه ثوره حصلت هنا في البلد سنه 1535 34 حاجه كده، ووقعوا خالص، وقعوا كل الحكومه ومسكوا كل الناس اللي في الحكم وعلقوهم في قفاص، حطوهم في قفاص ومعلقينهم فوق خالص ان هو على البرج من فوق في الكنيسه من فوق بتاعه مينستا لغايه النهارده. استنى كده احاول اقولها لك، لسه سايبينها لغايه دلوقتي يا جماعه. 3 اقفاص شايفهم؟ الاقفاص دي بقى موجوده لغايه النهارده. البلد دي معروفة شوية بالارستقراطية بتاعتها شوية، والناس اللي فيها ناس تقيلة كده وليها وزنها يعني في ألمانيا بصراحة. ومعروفة كده بين التاريخ يعني ان هم من الناس اللي سياسيا مسيطرين شوية في البلد، وليهم تاريخ قديم وكتير وقوي. انا هنا دلوقتي في الحتة اسمها الالتشتات، اللي هي يعني تقدر تقول شبه وسط المدينة كده. طبعا انا يوم الحد فالمحلات كلها قافلة، فمش هتلاقي في ناس كتير حواليا، بس ده شيء طبيعي في المانيا يعني اتعودت عليه خلاص. بس في كميه محلات كتير قوي بصراحه، وفي براندات كتيره في كل حته. وانا شايف ان انا لو عشت هنا مش هزهق بسرعه. يعني ما هياش بلد صغيره، بالعكس دي بلد كبيره جدا، مدينه يمكن اعتقد زي فرانكفورت او يمكن اكبر كمان في الحجم، ولكن ممتعه اكتر من فرانكفورت من ناحيه انك انت في مكان كتير قوي تتمشى فيه، في اماكن كتيره تتمشى فيها ومحلات في كل حته. قررنا ناخد بريك كده سريع يا جماعه ونقعد في باكاغاي، يعني زي فرن بالمصري، بس هنا بيبقى فيه قاعده كده ممكن تشرب فيه حاجه سخنه ومش عارف ايه وشاي، ومكان نظيف طبعا عامل زي المطعم في مصر يعني، فاهم؟ بص عامل ازاي ده المكان يعني. حاجه ديكور احلى شياكه يعني. حلو في يوم الاحد ان بيبقوا فاتحين هم يوم الاحد المطاعم كلها، بس حلو انك تقعد فيها كده وتدفى شويه من جو بره ساقعه يعني، تريح فيها الجمجمه شويه. حاجه لازم تعرفوها عن الجو هنا بالذات في مدينه ميونستا ديت وفي الشمال كده، كل ما تطلع فوق في المانيا الجو بيبقى فيه رياح تلج ساقعه جدا.
اقوى بكتير قوي من تحت ده اللي هو جنوبي يعني فاهم، لاننا طبعا احنا تحت شويه عند فرانكفورت. كل ما تطلع فوق كده ناحيه مينستا وهامبورغ وهانوفر والاماكن اللي فوق دي في الخريطه بيبقى الجو هوا بطريقه تلج. احنا دخلنا من هنا من كتر ما احنا فعلا مش حاسين بايدينا، يعني انا مش حاسس بايديا من كتر ما انا ماسك الكاميرا، مش حاسس بصوابع ايديا، فاللي هو لازم اخد بريك كده في الزحمه دي واخش كده مكان دافي وادفى كده شويه واهدى والاقيه والدم يجري جوه ايديا تاني وبعد كده اطلع اكمل بره. فالجو هنا تلج. ده موقف لايف، ده موقف حقيقي والله يا جماعه. قاعد عمال بحاول اصور لكم الفيديو اهو، بس بص فجاه التلج راح نزل عليا بره، شايف؟ غرق الدنيا تاني، غرق الارض بره وغرق كل حاجه خلاص. فمعلش انا اسف جدا بقى، مش هعرف اصور لكم المناظر الحلوه دي تاني دلوقتي، وهضطر ان انا ارجع البيت. يا جماعه الناس دي بتفكر قوي ازاي الغلبان ياخد دم من الاخر، فعملوا حركه حلوه قوي في مينستا هنا بصراحه عجبتنا جدا وشفناها اونلاين. بصوا كل واحد حب ان هو يتبرع بالدم مره في لاول مره في حياته هيتبرع للدم، الحكومه هتعمل له نجمه في الارض. بس الكلام ده ما كانش يعني طول العمر، يعني الكلام ده جه فتره وفتحوا له الصفحه بتاعته. لو انت فعلا عايز تتبرع عن الدم هتخش وتسجل اسمك، ولو دي اول مره ليك تتبرع فيها عن الدم هنا في مينستا هيتعمل لك نجمه في الارض. بصوا بقى المنظر اللي هم عملوه في الارض عامل ازاي، شايفين النجم دي كلها عليها اسماء الاشخاص اللي اتبرعت. شايف دي مثلا اهي يانين مش عارف ايه اهو، شايف فولفجانج لانجر، شايف اسماء. Ja, Kamera, mach was Cooles. Das war cool, oder? Ja, das ist nicht schlimm. Ja, das ist cool. Oi. اهو بصوا يا جماعه، شايفين كل دي النجم عليها اسماء اهي، اسماء الناس اللي انتوا شايفينها. كل الشارع ده شايفينه، الشارع ده من اول هنا لغايه الاخر كله عليه نجم واسماء الناس اللي اتبرعت بالدم، حتى كمان الحته دي. الهدف من الحمله دي بقى اللي هم عملوها ان هم من الاخر يشجعوا الناس على التبرع للدم، وان في ناس محتاجه دم من الاخر. يعني شوف المانيا بتفكر في كده. البلد دي يا جماعه كلها تاريخ والله. شايفين المنظر بتاع الكنيسه ديت شكله قد ايه حلو بصراحه، وحاطين يعني في فن معماري هايل في المدينه دي. كل البيوت تقريبا كل حاجه مبنيه من الطوب الاحمر. بص يعني دي حاجه مختلفه قوي عن بقيه المانيا من تحت. شايف الطوب الاحمر في كل حته ازاي؟ في كل حته تقريبا طوب احمر. ده غريب قوي يا جدعان، لان فرانكفورت مثلا ما فيهاش حته الطوب الاحمر ده خالص. بعد من فوتنبرج ما فيهاش الكلام ده نهائي. تقريبا كل ما تطلع فوق وتقرب من هولندا شويه بتلاقي الطوب الاحمر ده منتشر اكتر. بيكتبوا على كل مبنى قد ايه ومن سنه كام. بصوا المبنى ده من 1913، طبعا معمول له طبعا تجديد يعني وتطوير وبتاع، بس في الاخر محافظين على شكله الاساسي. الطبيعه عندهم يا جماعه بصراحه جميله قوي ومنظمين قوي، وبعدين في اماكن كتيره قوي نظيفه. الطريق رجوع من مينستا لفرانكفورت بالظبط 3 ساعات ونص، وقول 53 دقيقه 4 ساعات. الطريق كله مليان اللي هي العواميد بتاعه طاقه المولدات الرياح دي اللي هي بتولد الطاقه من الرياح، مليان كله بدون استثناء. عايز اقول لك ملايين الملايين